مسجله اداب، وانا لو عايز احبسك اروح امك احبسك من غير اي حاجه خالص. تبت وبطلت وحياتك يا باشا. امال تليفونك كان بيعمل ايه على تليفون الامريكاني؟ امريكاني مين سعادتك؟ ريتشارد يا بت. ريتشارد اعرفه، بس معرفه عاديه يعني. وما تعرفيش يا روح امك انه اتقتل بعد ما كلمتيه بساعه؟ ده هو اللي كلمني يا باشا وكان عايزني اروح له، بس ما رحتلوش. ما انا قلت لسعادتك ان انا تبت. عندك شهود على الكلام ده؟ طبعا يا باشا، ناس كنت قاعده معاهم. مين يا بت؟ فيصل ونواف. لا، طالما فيصل ونواف يبقى انت فعلا تبتي. قضية رقم 216 اتلاف وحريق عمد، المتهم فيها دسوقي عبد العال محمد. حاضر يا سعادة الريس. الدفاع يتفضل. فريد كرم موسى المحامي حاضر مع المتهم بشخصه. اتفضل يا استاذ. كان عندنا ورق هنا بيقول. قولي لي يا نانسي، انت ايه اللي وداك عنده ليله الجريمه؟ مفيش، انا مهندس. نانسي ممكن تقلعي النضاره لو سمحتي؟ ها، قولي لي بقى، ايه اللي وداك عنده ليله الجريمه؟ انا مهندسة ديكور، وكنت رايحة اخد منه اخر دفعة فلوس ليا عن شغل عملته له لفيلته الجديدة. رحت له الساعه كام بالظبط؟ حوالي 7:30 8. وقعدت عنده قد ايه؟ مش كتير، تقريبا ربع ساعة. اخدت فلوسي ووراني شوية اكسسوارز للفيلا الجديدة ومشيت على طول. طيب ما لفتش نظرك حاجه غريبه؟ لا. يعني وانت خارجه من الباب ما لمحتيش فسبة توصيل طلبات للمنازل واقفه قدام الباب؟ لا، ما خدتش بالي، مركزتش يعني. ما ركزتيش يعني. ماشي يا انسه. مش انسه برضو ولا انا مش واخد بالي؟ شكلك زعلان عليه قوي، واضح انه كان غالي عليكي. هو مين ده؟ ريتشارد. طبيعي انت لو تعرف انسان حتى لو لفترة قصيرة ومات هتزعل عليه، خصوصا لو كان اتقتل. ماشي ماشي يا نانسي. الفقر والغلب وقلة الحيلة هما اللي جابوني النهارده هنا. جابوني علشان أشهد زور على واحد مظلوم ويخش السجن ويبقى ذنبه في رقبتي. سامحني يا رب، سامحني سامحني. أنا عارف إن أنا مقصر في حقك يا رب. لا بصلي ولا بركع، بتفرج على أفلام مش كويسة وبتعرف على بنات على النت، لكن بخاف منك قوي، بخاف منك قوي يا رب، وبحبك قوي، بحبك قوي يا رب. أنا عارف إن أنا بصلح الغلطة بغلطة أبشع منها، لكن كل ده عشان أختي صبرا فلوسها ترجع لها بدل ما تتسجن وولادها يتشردوا في كل حتة. سامحني يا رب، سامحني وعافيني واغنيني واعمي عيني على الحرام. سامحني وهتبقى آخر مرة، آخر مرة يا رب. معلش احنا بقينا في زمن الواحد بيسرق فيه علشان يدوب يقدر يعيش. ارحمني، ارحمني من العذاب اللي انا فيه يا رب. ارحمني يا رحمن يا رحيم، ارحمني يا رحمن يا رحيم. قلبي عندك يا علي. أنا مقهورة عليه قوي يا سعيد، ده مهما كان أبويا. لو تحبي تروحي وانا قلت لك كام خبر تكتبيهم مفيش مانع. بالعكس، ده الشغل هو الحاجة الوحيدة اللي بتنسيني همي، وقضية الأمريكاني ده بالذات في حاجة شداني. بقول لك ايه، دول الجماعه بتاع عاديه الامريكاني. لا يا راجل. تعالى معايا لو سمحتوا، ممكن بس آخد منكم ممنوع، اتفضلي من هنا.
بالراحه شويه على نفسك. بقول لك بالراحة. اتفضلي من هنا. انت بتعمل كده ليه؟ اتفضلي امشي. ايه اللي اتفضل امشي ده؟ خلاص يا علي، يلا علي. يلا. بقول لك ايه، في عسكري يا حبيبي هنا ظبطته وقال لي هنعرف نتكلم معاهم. نادي على الشهود. الشاهد الأول عامر إبراهيم عفيفي. الشاهد الأول عامر إبراهيم عفيفي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. فندم، اسمك وسنك وعنوانك؟ عامر ابراهيم عفيفي، عندي 46 سنه، 11 شارع المعز المتفرع من الشارع الجديد، ولا ابو العلا. فندم قول والله العظيم قول الحق يا عامر. والله العظيم اقول الحق. حق الله يا باشا. اصل ريتشارد ده كان جدع طيب وابن حلال. الله يرحمك يا ريتشارد. سبحان الله، ده انا لسه كنت عنده يا باشا. وكنت عنده بتعمل ايه؟ اصل المرحوم الله يرحمه يعني كان متعود ياخد من عندنا من المحل بيره بالكراتين. بيره؟ ايوه يا باشا، وانا اصل سعادتك يعني شغال في محل بيره. ايوه بس انت مكتوب في البطاقه سباك يا روح امك. ايوه يا باشا، ما انا كنت شغال فعلا سباك، بس اكل العيش بقى يا باشا يعني، وكنت عايز انطق من نفسي بقى. رحت له الساعه كام بالظبط؟ تقريبا 8:30 يا باشا. اصله سعادتك كان طالب مني طلب مخصوص وانا جبته له، اصل ده زبوني. زبونك كان طالب منك ايه يا ابو الشوق؟ ازازه تكيله يا باشا، وانا جبتها له مخصوص من السوق الحره. بس الله يرحمه بقى كان مزاجه عالي قوي، كان غاوي تكيله وليمون. لا ما شفتوش. امال انت جاي ليه؟ انا جاي اشهد شهاده زور. ايوه يا سياده القاضي، جاي اشهد شهاده زور، بس غصب عني، مضغوط عليا. الاستاذ منير اللي هو سكرتير المدير اتفق معايا انه يديني رشوه 10,000 جنيه علشان اشهد شهاده زور على الراجل ده. باشا انا ما نمتش طول الليل، ضميري كان بيأنبني. 3 بالله العظيم 3 يا باشا، انا كنت قاعد بره القاعه بادئ على نفسي بالشلل عشان ما اخشش القاعه دي واشهد على الراجل ده ويبقى ذنبه في رقبتي. الراجل ده ما ولعش المخزن يا باشا، ما ولعش المخزن يا باشا. 3 بالله العظيم ما ولع المخزن يا باشا. ينصر دينك، ينصر دينك يا عم. والله العظيم انت ابن حلال، والله العظيم انت ابن حلال. لو بتكذب هحبسك يا عامر. انا قلت الحقيقه يا باشا، واللي انت شايفه سياده القاضي احكم بيه، بس انا قلت الحقيقه وريحت ضميري. اتفضلوا. الشهود دول كلهم بقى كده بربطة المعلم ما لهمش اي لازمه. احنا قدام لغز كبير، وحل اللغز ده في ايد 2 ما لهمش تالت. ادم عبد الحي وشريكه صاحب البصمه المجهوله. ادم عبد الحي كده كده معانا، وخصوصا لما اترفعت البصمات من مسرح الجريمه طلعت مطابقه تماما لبصمات ادم عبد الحي، يعني كان موجود ساعتها، وده اكبر دليل. تمام يا باشا، انا حاسس ان احنا وصلنا لمعلومات مهمه جدا. ايوه بس في تقرير هنا بيقول انهم لقوا طلقه مدممه مستقره في الباب من فصيله غير فصيله المجني عليه، وده معناه ان الجاني او حد من اللي كانوا معاه
اخد طلقه وتعور. هشام بيه، شيء طبيعي ان الراجل الامريكاني لما حاولوا يقتلوه كان بيدافع عن نفسه. ايوه يا باشا، بس في تقرير هنا تاني بيقول ان كل الاسلحه المستعمله في الجريمه ملك للمجني عليه، بدليل انهم لقوا رخصهم والذخيره بتاعتهم في الدولاب عنده. عايز توصل ليه؟ عايز اقول يا باشا ان مفيش حد هيدخل بغرض السرقه وما معهوش حته سلاح صغير يدافع بيه عن نفسه ولا يهدد بيه لما يتمسك او اي حاجه. تمام يا سيف بيه، ده حتى من باب التأمين. اهو هو ادم عبد الحي، واضح ان الواد ده محترف. هتلاقي الواد ده هشام بيه راقب الراجل الامريكاني بين اسبوع او 10 ايام، وبعدين الواد مش لوحده، اكيد معاه عصابه طبعا. عرفوا تفاصيل الراجل الامريكاني وعرفوا انه غاوي مقتنيات وعنده اسلحه ببيته، واستولوا على الاسلحه وقتلوه بيها عشان يسرقوا على رواقه ويقطعوا علينا فكره ايه؟ سبق الاصرار والترصد. ده كان في كمان هارد ديسك مع المسروقات متوصل بكاميرات المراقبه علشان يسجل كل حاجه. اهي دي بقى معلومه مهمه جدا. تفتكر يا هشام بيه سرقوا الهارد ديسك ليه؟ اكيد عشان الكاميرات صورت الجريمه بتاعته، فسرق الهارد عشان يمسح كل اللي عليه ويلغي دليل الادانه. مش قلت لكم مفيش غيره، هو ادم عبد الحي صاحب الجريمه اللي احنا فيها دي. مش شرط يا باشا، بعد اذنك يعني، مش شرط عشان بصماته موجوده في البيت يبقى هو. الله، طب ما نانسي ليها بصمه على أكرة الباب، والسواق والبواب، كل دول ليهم بصمات في كل حته في البيت، ده غير طبعا صاحب البصمه المجهوله اللي احنا مش عارفين نلاقيه لغايه دلوقتي. ده واضح ان انتوا تعرفوا ادم ده كويس جدا. لا يا باشا، اصل ادم ده حبيب هشام بيه. وارد ان نانسي او البواب او السواق يكون لهم بصمات جوه الشقه لانهم يوميا بيتعاملوا مع المجني عليه، لكن ادم عبد الحي وشريكه يكون لهم بصمات جوه الشقه ليه؟ طب ازاي؟ ايه؟ بيدخلوا الاوردر بالفيسبا لغايه اوضه النوم؟ جايز يا سيف بيه، بس على فكره لو كان هو اللي عملها انا مش هرحم. محسن بيه، كل الشهود دول يتحطوا تحت المراقبه، يمكن نوصل من خلالهم لاي خيط يوصلنا لادم عبد الحي. الواد ده لازم يظهر وبمنتهى السرعه. هات لي اهله وحقق لي معاهم، ان شاء الله تجيب لي الجيران. تحت امرك يا باشا. ماشي يا ابن صبرا. انا جبت لك شويه هدوم يا رب يطلعوا قدك، وجبت لك هنا بقى شويه بقاله ومعلبات عشان لو حسيت بجوع ولا حاجه. اسيبك بقى عشان اطمن على نانسي. جميلك ده دين في رقبتي. جميل ايه يا ابني؟ ده انت اللي جميلك مكلبش في رقبتي. حضرتك بتفكرني بابويا قوي. وانت الصوره اللي تمنيتها لابني اللي اتحرمت منه. صعبان عليا شاب ابن بلد زيك كده يتبهدل. ربنا يخليك يا حاج. مقدس، من قلت لك مقدس. سيدي الاتنين احباب الله. طبعا. على فكره انا سبت لك فوق على الكومودينو مبلغ كده بسيط يمكن تحتاج لحاجه، وجبت لك المصحف اللي طلبته. يلا سلام. عليا، أنا جايبك هنا عشان نحتفل بمناسبة سعيدة جدا. توزيع الجريدة بقى في العلالي خالص، ده احنا بنفكر نعمل طبعة تالتة بفضل الإقبال على فضيحة والدك يا صحفية موهوبة. متشكرة قوي يا فندم. الله، ومالك بتقولي كده وانت زعلانة؟ ده المفروض تفرحي يا عالية، ده انت عاملة خبطة صحفية مكسرة الدنيا. للأسف الخبطة المرة دي جاية فيا أنا شخصيا ومأثرة عليا في بيتي ومع عيلتي. عموما أنا مقدر موقفك تماما. كان نفسي أفرح بأول خبطة صحفية ليا، بس للأسف مع الفرحة في مرارة مش راضية تفارقني أبدا. يا علي لو عايزة تاخدي أجازة يومين 3 أسبوع وبمرتب كمان، ده انت متي الجريدة. بالعكس يا فندم، ده الشغل هو الحاجة الوحيدة اللي بتنسيني همي ومشاكلي، وعشان كده أنا طلبت أقابل حضرتك النهاردة لأني معايا موضوع مهم جدا. موضوع إيه يا علي؟ مقتل مواطن أمريكي على أرض مصر، والمتهم فيها شاب مصري بيشتغل عامل ديليفري. الله الله الله، أيوة كده، هي دي الموضوعات السخنة الجميلة اللي بتوزع. ده تحقيق كامل عن الواقع وسير التحقيقات لحد دلوقتي. طب يا علي، أنا هقراه وأدرسه وأوديه المطبعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تقبل الله يا عامر. منا ومنك يا صبرا يا أختي. يا سلام،
الحمد لله، زي ما يكون حجر وانزحمل على صدري. الصح مفيش احسن منه يا عامر. ربنا يكرمه ادم، هو اللي نصحني بالصح. انا لسه بدعيله دلوقتي في صلاتي ان ربنا يكرمه ويحافظ عليه وينجيه من المحنه اللي هو فيها دي. يا رب يسمع من بقك ربنا. راحت شويه اللي بتخبط. ايه ده؟ ماله مستعجل ليه ده؟ ادم فين؟ ايه ده يا ساتر رب؟ انتوا مين؟ انت اللي مين؟ انا خاله. اخرس خالص، خش هاتولي كل اللي جوه دول. ايه ده؟ في ايه؟ يلا. في ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ احنا عملنا ايه يا بيه؟ في انتوا ما عملتوش، ابنكم هو اللي عمل. عمل ايه؟ ايه واخدنا على فين؟ اوعى واخدنا على فين يا عم؟ يما يا خالد، ايه ده؟ ايه ده اصلا؟ واخدني على فين؟ اوعى اوعى ما تعملش كده. ما تزقش فل. طب راح عليك. طب تضرب ايه؟ بتضرب ليه؟ بقول لك بتضرب ليه؟ ايه يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يكون في عونهم الناس دي، انا مش عارف حظهم وحش كده ليه. أنا ما أعرفش الحكومة ليه مستقصدة العيلة دي على طول. الحكومة مش مستقصداهم، دول عيلة شمال ماشيين غلط. طب والصحة هيجيبوه منين؟ الله، إذا كان أبوهم ذات نفسه طلع شيخ بنصر. كاتهم نيلة جيرة تعر. هل أنا كنت عايز أخش معاهم الجمعية ساعتهم؟ الجمعية دي لازم تخرجي منها، دي عيلة تاكل مال النبي. لا يا حبيبي أنا خرجت والحمد لله خلاص. حرام عليكم بقى، حرام عليكم، ارحموني كفايه. انتوا بتحاسبوني على ايه؟ انكم غلط. انت شايفه انك لما تشاوري على ابوكي وتقولي لهم امسكوه ده صح؟ ابوكي سرق ورشى ودلس، ومن حق المجتمع انه يحقق معاه، ولو ثبتت ادانته يتعاقب. مش هو لوحده يا حبيبتي اللي هيتعاقب، احنا كلنا معاه، وانت كمان. ولا انت نسيتي انك انت شايله اسمه؟ شايله اسمه بس. يا ريتني كنت خدت منه حاجات كتير، يمكن كنت بقيت زيكم، بس ما اخدتش ومش عايزه اخد. انا عايزه اعمل الصح وبس. وسمعتنا اللي باظت صح، والفضيحه اللي حصلت والجوع والخراب اللي هنتعرض له برضه صح. يا بنتي انت علشان تعملي الصح غلطتي في حقنا كلنا وفي حق نفسك. طمني يا ستي، آدم في أمان، وجبت له أكل وكلم أهله وطمن عليهم وكله تمام. طمنين انت على نفسك، عملت ايه لما استدعوكي في الاسم؟ ده كان موقف صعب قوي يا بابا. حصل ايه؟ سألوني ايه علاقتي بالقتيل. اكيد، امال هم هيستدعوكي ليه؟ المهم انت قلتي ايه؟ ولا حاجة، قلت لهم ان هو كان عميل عندي، واكدت على اني كنت رايحه اخد منه اخر دفعه فلوس ليا. بس قلت ان انا رحت قبل الميعاد اللي انا رحت فيه بساعه، علشان يبقى منطقي اني ما شفتش الحادثه. كده تمام قوي. اوعى يكون بان عليكي اي حاجه. معرفش بابا، هو احنا هنفضل مخبيين الحكايه على البوليس لغايه امتى؟ لغايه ما يمسكوا السارق ويقبضوا عليه بالمسروقات. طب وافرض ما لقوهوش؟ الحل التاني بقى انكم تروحوا تعترفوا ويقبضوا عليكم وتفضلوا جوه لغايه ما يمسكوا السارق ويقتنعوا ببراءتكم. انهي احسن بقى؟ انكم تستنوا بره لغايه ما يمسكوا السارق، ولا تروحوا برجليكوا للسجن لغايه ما يظهر دليل براءتكم؟ ويا عالم هيجي امتى؟ معرفش، انا ما بقتش عارفه حاجه خالص. مشاهدينا الكرام اليكم هذا الخبر العاجل. جورج، نانسي، انت في ايه؟ الحقوا بسرعه، في ايه؟ أعلنت جماعة شهداء الجنة مسؤوليتها عن حادث مقتل المواطن الأمريكي بالقاهرة
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الجماعة بأن هذه هي أولى عمليات الجماعة في مصر، وأن عملياتها سوف تتوالى في المستقبل. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة، دي كده ضلمت أكتر. وكنت عايزه تروحي وتعترفي. الحمد لله انك ما رحتيش. طب والعمل يا بابا دلوقتي؟ العمل عمل ربنا. ايه ده؟ هو الواد ده ماله؟ منحوس ولا حظه وحش؟ ده احنا في كارثه. كدب ادم ما يعملش كده. ما هم اللي بيقولوا هم يا بنتي، واحنا جبنا حاجه من عندنا؟ اكيد في حاجه غلط. ما هو مش معقول برضه الحكومه هتقول الكلام ده الا اذا كان عندها دليل. والواد ده مش معقول يكون منضم لجماعه زي دي ويدور علينا واحد واحد يقول لنا سره. لا، الواد ده طلع بير ملوش قرار. الحمد لله ان ربنا نجانا منه قبل ما نجوزهولك. في ايه يا عبيد؟ انت ليه محسسني انك ما تعرفش ادم؟ ساتر يا رب، ده ابننا متربي في وسطنا. ابننا منين؟ ابننا منين يا حاجه؟ ده حيا الله جارنا، وانت هتلبسينا مصيبه ولا ايه؟ الاب مرتشي ومقبوض عليه والواد ارهابي. حسوكوا وعينكوا، اسمع ان واحده فيكوا لسانها خاطب لسان العيله دي. صدقني يا باشا، انا ما اعرفوش. انت هتستعبط يا امك؟ مش ادم ده ابن اختك؟ ايوه يا باشا، ابن اختي. انا خايف فعلا. خلق باشا بس من بعيد قوي. احنا بصراحه عيله مفككه ووسخه اخر 36 حاجه. احنا عايشين مع بعض في البيت زي ما يكون عايشين في بنسيون معفن قذر. مفيش اي حد له علاقه بالتاني، ولا نعرف مشاكل بعض، ولا بنصبح على بعض. وادم ده بالذات انا ما اعرفوش يا باشا. ادم ما اعرفوش، بس لدرجه ان انا كنت مقاطع اختي بسبب الجوازه انها جوزت ابوه. بس النصيب الوسخ بقى عكتنا في الجوازه السودة دي. بس انا عايز اقول لسيادتك بالله عليك يا باشا، صدقني ادم ده طيب وابن حلال. ولا انت شكلك كده غاوي الصعوبات وانا هظبط امك. بالراحة يا نانسي على نفسك شوية، أنا خايفة عليكي. بالراحة إيه بس؟ أنا ضيعت مستقبل الولد. ربنا هينجيه ان شاء الله. إزاي؟ ده ما بقاش قاتل وسارق بس، دول خلوه إرهابي كمان. للأسف كل الظروف ماشية ضده. أنا هروح أعترف بكل حاجة وأشهد إنه كان بيدافع عني. بتفتكري إنك هتنقذيه بالطريقة دي؟ هي دي الحقيقة يا بابا، ما هي لازم كل الناس تعرفها. الحقيقة ما حدش يعرفها غيرنا إحنا. أيوة يا حبيبتي، لازم نفكر بالعقل. أي تهور دلوقتي ضد مصلحتنا كلنا وهيخسرنا كل حاجة. فوز الدنيا يا حبيبتي. طب أعمل إيه طيب؟ تعيشي حياتك عادي جدا، وما تنسيش إنهم ممكن يكونوا بيراقبوكي. بيراقبوني؟ طبعا، أنت مش طرف في جريمة قتل. ومين؟ أمريكاني. طب وآدم هنعمل فيه إيه؟ هخبيه في مزرعة الفيوم. وجوده في القاهرة بقى خطر عليه. لغاية إمتى يا حبيبي هنغطيه كده؟ لغاية ما نشوف الأمور هتوصل لفين. اقفي معانا يا عذرا يا أبو النور، اقفي معانا.
وحشتوني وحشتوني وحشتوني. وانت كمان يا كيمو. هو في احلى من ليلي؟ بس مش غريبة يا جماعة ان احنا الاتنين مع بعض في ليلة واحدة. وايه المشكله ان احنا نهيص؟ ما انتوا عارفيني بحب اللمه، وانتي بيضه وهي سمراء وكل بستان زهر. انا بقى بصراحه عايز انبسط قوي النهارده. عايزكم بقى تدلكوني وتدلعوني وتنيموني. بس كده؟ وانا اللي فاكرك مؤدبه. لا وترقصوني كمان. انا شارب 3 ستيلا ويجي 8 كمان ايدي. انا راجل او مش الا ولا يهمني من ده ولا دي. انا شارب 3 ستيلا، انا راجل او مش الا. انا شارب 3 ستيلا، انا راجل او مش الا. انا عامل دماغ عرايش. يا لهوي حكومة يا بنت. بس يا روح امك، ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا بيه؟ يا باشا هو مفيش غيري في البلد دي يعني يا باشا؟ وبعدين انا ماليش دعوه بالسياسه يا فندم يعني، وحضرتك عارف انا راجل بتاع سيجاره وكاس يعني، وما بعملش حاجه غلط. ما تعملش حاجه غلط؟ هدوم على فين يا فندم بس؟ يلا يا ماما يلا يا فندم. يلا. طب اغير هدوم. يلا أغير هدومي. يلا. والله يا فندم انا ما اعرفش اسم ريتشارد ده غير في فيلم الناظر صلاح الدين. انت بتهزر يالا؟ لا والله يا فندم انا بقول الحقيقه. وادم امين عبد الحي تعرفه هو كمان؟ اه يا فندم اعرفه. علاقتك بيه ايه؟ هو صاحبي وزميلي في الكليه والواد ده رجوله يا فندم. صاحبك بس وزميلك في الكليه؟ ولا كان في وقفات احتجاجيه بترتبوها مع بعض؟ يا فندم لا انا ولا ادم لينا في السياسه، والوقفات الاحتجاجيه دي هي اللي عرفتكم بيا. وبعدين يا فندم والله كانت وزة شيطان وراحت لحالها. انت تعرف مكان ادم؟ اه يا فندم هو ساكن في حاره في بولاق ابو العلا. يا سلام. اه بس الحقيقه مش عارف رقم البيت يعني. جبت التايه يا واد، ما احنا عارفين العنوان. على فكره انت شكلك ظريف كده ودمك خفيف. يا فندم والله خالص انا بس عايز اخدم يعني. هو ادم عمل ايه؟ يعني انت مش عارف ادم عمل ايه؟ لا يا فندم والله ما كنت سالت حضرتك. مش شغلك. قوم روح يا كريم واول ما اكلمك الاقيك. ربنا يخليك يا فندم. شكرا يا فندم. اتفضل. انتوا هنا بتشهدوا في جريمه القتل؟ جريمه قتل؟ امال انت كنت بتهبب ايه جوه؟ كانوا بيسالوني على ادم. ما هو ادم هو المتهم في جريمه القتل اللي بيحققوا فيها يا زكي. ايه؟ ادم لا يمكن يعمل كده. وافاد المتحدث الرسمي باسم الجماعه بان هذه هي اولى عمليات الجماعه. شايف؟ انا مش عارف بس يا باشا وسائل الاعلام دول عمالين يجيبوا في سيره الناس من قبل حتى ما ندينهم او نثبت براءتهم. ده كده بيبوظوا لنا شغلنا. بيني وبينك برضه يعني الواد ابن صبره ده بقى موضع شك. ملف وبيقول انه ممكن يمشي في الطيار ده. مش عارف يا باشا، انا حاسس ان الواد ده ملوش اي علاقه بالجماعه دي، وممكن يكون قتل الامريكاني عشان اي حاجه تانية، يعني جريمه قتل عاديه مش مستاهله بقى ان الملف يجي عندنا ونحقق فيه. طالما الجماعه اعترفت بقت مهمتنا، والمفروض ان احنا نلاقي الواد ده بمنتهى السرعه. بقول لك ايه يا شيخ، تشرب حاجه؟ ربنا يخليك يا سيد باشا. انا عايزك تبعت للنائب العام طلب ان يدي امر بعدم نشر اي حاجه عن القضيه في جميع وسائل الاعلام. عايزين نشوف شغلنا بقى، الكلام ده مش هينفع. واضح انك بقيت المتهم الاول في القضيه. في جماعه ارهابيه اعلنت انك منتمي لي. يا نهار اسود، ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني انا كده بقيت قاتل وسارق وارهابي؟ ايه الافتراء والظلم ده؟ ده كده. انا عارف انهم كدابين، بس كل اللي بيدور في الاعلام بيأكد كل كلامهم. عشان كده وجودك في القاهره خطر عليك. امال نروح فين يا دكتور؟ هاخدك عندي تستخبى في مزرعه صغيره في الفيوم. شكل كده استخبى بقيت عمري. ما تقلقش، خلي املك في ربنا كبير. ونعم بالله. انا ايه بس اللي بيحصل لي ده؟ حوادث ومفاجآت ما كانتش تخطر على بالي. يا ترى اللي جاي خير ولا شر؟ يا ترى صدقوا اللي قلته في التحقيق ولا شاكين فيا وبيراقبوني ولا ايه؟ ربنا يستر بقى. نانسي. هاي ازيك يا امير؟ هاي ايه؟ انت كويسه؟ انا كويسه الحمد لله. انا قلت اعدي واطمن عليكي. لا انا كويسه. عملت ايه في المشوار اللي رحتيه مع بابا امبارح؟ مشوار ايه؟ المشوار اللي كنتوا هتروحوه سوا ساعه لما جيت لكم. بس انا لمحته نازل ومعاه شاب كده وما شفتكيش. بالمناسبه مين الشاب ده؟ ده واحد قريبنا وبابا كان رايح يوصلهم محطه القطر وبعدين انا كنت نازله معاهم فعلا، بس تعبت ومبقتش قادره انزل فسبتهم. الف سلامه عليك.
هو انت بتتجسس علينا او حاجه؟ هتجسس عليكم ليه؟ دي كانت صدفه. بس انا لما جيت لكم ما شفتش الشاب ده، ما كانش موجود. كان في الحمام يا سيدي. وبعدين انت ما دخلتش البيت اصلا عشان تبقى شفته كله يعني في الدقيقتين دول. انا اسف، معلش ان انا بتدخل في اللي ماليش فيه. لا اتس اوكي، انا بس اللي تعبانه شويه ومش عايزه اتكلم دلوقتي، معلش. طيب انا اشوفك مره تانية بقى. باي. لو سمحت. نعم يا سيدي. كنت بسأل على موظف عندكم هنا اسمه عامر أبو الفضل. ما تجيبليش سيرته، الله يكحمه. ما هو السبب في اللي انا فيه ده. معلش ألف سلام عليك. الله يسلمك يا اخوي. يا سي أنا عايزك حضرتك بس تقول لي هو فين بالظبط؟ بقاله يومين ما بيجيش، وقادر يا كريم ما يجي تاني يا رب. طيب مش عارف حتى ممكن تدليني على حد يديني عنوان؟ انت مستقتل عليه كده ليه؟ ده راجل بومه ونحس، سيبك منه. يا سيدي أنا مش مستقتل ولا حاجة، المسألة إن هو معايا سايب بأمانة معايا، فأنا عايز أوصلها له. خلاص بقى روح شؤون العاملين، شوفوا هناك وهم يدلوك عليه. ماشي شكرا يا سيدي. الله يخرب بيتك يا عامر يا بوز الفقر، يا رب تطصك عربية. ادخل. ازاي يا استاذ تغير المانشيت اللي انا كاتباه من حادث قتل امريكي لجماعه ارهابيه بتغتال امريكا على يد متطرف مصري؟ انا رئيس التحرير، من حقي احذف واضيف اللي انا شايفه بمصلحه الجريده، ثم اديك شفت المانشيت عامل ازاي؟ الاعلانات زادت وتوزيع الجريده زاد. يا فندم انت كده بتفرغ الرساله الصحفيه من مضمونها وبتحولها لتجاره. راعي عاليه ان انا رئيسك في العمل. حضرتك كده بتحكم على بريء بالاعدام من قبل حتى ما المحكمه تحاكمه. كل وسائل الاعلام ذاعت الخبر، مش احنا بس. كلهم جري ورا الخبطه الصحفيه ومحدش فيهم اهتم بتفاصيل الخبر اللي بينفي التهمه عن ادم وبيثبت براءته. انا عايز افهم، انت مالك متحمسه قوي للبني ادم ده؟ هو قريبك؟ انا فعلا متحمسه لان زميلي في الكليه وانتيم طاهر زميلنا، وعارفه ومتاكده انه ملوش في السياسه من اصله. انا مش بشك فيك يا عاليه، بس ايه دليلك على انه بريء؟ اولا سلاح الجريمه طلع بتاع المجني عليه، وده اكبر دليل ان ادم ما كانش داخل بدافع القتل ولا السرقه ولا عنده نيه سبق الاصرار والتراصد. ثانيا داخل شقه القتيل لقوا كاميرات مراقبه متوصله على هارد وتصور عليه الجريمه كامله، والهارد ده اتسرق ومش عارفين مكانه فين لحد دلوقتي. عارفه يا عاليه، برغم اسلوبك اللي انا مش متقبله بالمره، لكن دي معلومات مهمه جدا اللي بتقوليها. انا كتبت مقال جديد وكاتبه فيه كل مستجدات التحقيق. للاسف يا عاليه مش هينفع. ليه؟ لان جالنا قرار بحظر النشر في القضيه بتاتا. يعني ايه بقى؟ يعني مش هقدر انشر لك الا لما النيابه تدي قرار بكده. امين مرزوق عبد الله يا فندم. انت بقى مرزوق؟ ايوه يا فندم. انت نيلت ايه يا ابني؟ في ايه حضرتك؟ كلمونا عايزينك في امن الدوله. ازيك يا مرزوق؟ الحمد لله يا فندم. تاكل حمام؟ شكرا. ده خاطب البنت اخت ادم عبد الحي؟ ايوه يا فندم. حلوه؟ ايه السؤال جه على كرامتك؟ تحبها؟ اللي تشوفه سعادتك. ايوه. طالما بقى اللي اشوفه سعادتي يبقى انا مؤاخذة يعني واخد على خاطري منك. يا اخي الواد ادم عبد الحي ده عمل عامله منيله ب 60 نيله. لا انت مش بيحترمك على فكره، انت في المستقبل هتبقى جوز اخته. وبعدين انت ابن مصر، راجل من رجاله مصر، وبتذاكر، دخلت كليه الحقوق، وفي المستقبل ممكن تبقى ضابط شرطه، يعني ممكن تبقى زميلي، ممكن تبقى هنا اهو جاري معايا في امن الدوله. انت مرزق يا ده مرزوق، والله مرزق. ايوه يا فندم، بس انا عايز اقول حاجه. يا ابني قول اللي انت عايزه، بقول لك احنا زمايل. خد راحتك يا مرزوق، سامعك، اتفضل. يا فندم ادم ارهابي وابن 60 كلب.
يا مرزوق، عايز تقول حاجه لادم؟ ارهابي وابن 60 كلب. احنا متفقين اهو، المساله خلصانه. بس انا مرزوق والله العظيم ليه يحتب عليك؟ ازاي لا مؤاخذه يعني تبقى عارف انه ارهابي ابن 60 كلب وما تعمليش مفاجاه وتجيبه في ايدك كده وتخش عليا؟ عارف يا مرزوق، مشكلتي في حياتي ان مفيش حد بيعمل لي مفاجاه خالص. انا دايما اللي بعمل مفاجآت للناس. بص يا مرزوق، انا عايزك تركز في اللي هقوله لك. ادم عبد الحي هنجيبه بس لما نجيبه احنا كنظام، النظام ساعتها مش هيرحمك، لان النظام هيعرف ان انت كنت عارف ان ادم ارهابي ومتستر عليه. اظبط. حلو. لكن لما انت تجيب لي ادم عبد الحي الوضع هيختلف. بص يا مرزوق، جبت لي ادم ما جبتليش ادم، في الحالتين انت معايا. جبت لي ادم هتبقى راجل من رجالتي معايا هنا في مكتبي. ما جبتليش ادم عبد الحي برضه هتبقى معايا بس مش في مكتبي، هتبقى في الاوضه اللي جوه. وربنا يكفينا ويكفيك بقى شر الاوضه اللي جوه. انا ما بحبش احرق المفاجآت. هسيبك كده تعرفها واحده واحده. مفهوم؟ يلا تعال اتفضل. يا اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا دكتور. الحمد لله على السلامة يا دكتور. الحمد لله على السلامة يا دكتور. الله يسلمك. شريف ابني لسه راجع من امريكا. الحمد لله على السلامة يا شريف بيه، مال يدك، ألف سلامة على يدك. الله يسلمك. تدرس ده أجدع صعيد اشتغل عندي، راجل في منتهى الأمانة. يلا روحوا هاتوا الشنطة. هوا يا دكتور هوا. اوعى تغلط قدامهم، انت من هنا ورايح ابن شريف. هو ابن حضرتك فين؟ هاجر من سنين، والأرض دي أنا اشتريتها على أمل إنه يعيش فيها ويبقى وسطينا يعني. ربنا يرجعه لك بسلامة. قعدت أربي فيه، ولما كبر هاجر وما فكرش فيا. يلا طيب الشباب، ربنا يهديه. على فكرة أنا جبت لك لابتوب وفلاشة النت عشان نبقى نتكلم من خلالها، دي أأمن طريقة. اتفضل. مشاهدينا الكرام، إليكم هذا الخبر العاجل. أعلنت جماعة شهداء الجنة مسؤوليتها عن حادث مقتل المواطن الأمريكي بالقاهرة. وأفاد المتحدث الرسمي باسم الجماعة بأن هذه هي أولى عمليات الجماعة في مصر، وأن عملياتها سوف تتوالى في المستقبل. الو مصطفى، ازيك يا درش؟ تحت النظر يا حبيبي، انت اخبارك ايه؟ طيب جميل. بقول لك ايه، انا عايز اطلب منك خدمه. ربنا يخليك. عايزك تعرف لي تاريخ السفر بتاع تذكره باسم نانسي جورج غطاس. نانسي جورج غطاس، مظبوط.